السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وحشتونا من الفيديو اللي فات. النهاردة هنعمل فيديو ده ضروري جدا جدا لكل بيت. هنعمل ايه؟ هنعمل زي ما انتوا كده شايفين صلصة. هنعملها بطريقة كده زي بتاعت المحلات واحلى شوية. لو ما كنت جبتي قومي كده الشجعي وهاتي طماطم رخيصة اليومين دول شوية كده، دخول الشتا كده هتغلى. انا جبت الطماطم دي وغسلتها زي ما انتوا كده شايفة، وبحش منها العرق الاخضر ده كده، وبشقها كده من ورا وبحطها زي ما هي كده صحيحه في الحله. وجبت البنجره دي عملتها 4 تربح كده، وهحطها عليها عشان تدينا اللون الجميل. وهحط لها مكون تاني يا بنات هيطلع معانا زي بتاعت المحلات، لا احلى شويتين 3. هحط لها قرن فلفل احمر يا بنات، ده بيوديها في حته تاني، بيخليها مسكره وجميله وزي العسل. اول ما الطماطم تغلي كده تاخد كام غلوه، بسيبها تبرد كده وبصفي منها الميه. وبعد كده ايه بضربها في الخلاط، او لو عندك الهند بلندر اضربها بيه. انا عملتها في الخلاط زي ما انتوا كده شايفين، وشايفين اللون الجميل اهو بيحكي عن نفسه. وبعد كده بصفها بالمصفى. بس لو وصلنا لحد هنا يا حبايبي في الفيديو، ما تنسوناش باشتراك كده حلو، ولايك كده، وكومنت كده حلو جميل منكم. لو مش مشتركين عندنا في القناه يا ريت تشتركوا عندنا في القناه كده، تكترونا وتنورونا. واللايك بيخلي الفيديو يوصل لاكبر عدد، عشان اللي ما جابتش طماطم تقوم كده ما تكسلش وتجيب لها حبه طماطم وتعملها. بعد ما بصفيهم يا بنات برجعها تاني على النار كده، تاخد كام غلوه كده زي ما انت كده شايفين، وبتوصل للقوام اللي انت هتشافوه كده. انا هطفي عليها النار كده واركنها تبرد، وبعد كده ايه هعبيها. عبتها في الاكياس زي ما انت كده شايفين الشكل وشايفين جمالها بعد ما بردت. جميله جدا بسم الله ما شاء الله، عامله زي بتاعت البطرمانات واحلى شويتين كده. يا رب يعجبكم الفيديو. لو اعجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.